شد كرسي بسرعة وتعالى أقول لك على المشروع الجديد. أول مطور مصري في خليج مدن الإماراتية، بالم هيلز. مش أنا قلت لك الفترة اللي فاتت استنى من فضلك وانتظر فيه فرص نازلة؟ المعلومات اللي عندي دلوقتي عايز أوصلها لك كلها، بس زي ما أنت متعود في الشرح إن أنا هجيب لك كل نواحي المشروع، مش هنقول فرصة وخلاص ولا دي تستاهل ولا لأ ولا الكلام اللي ملوش لازمة. الحدث اللي بيحصل دلوقتي من بالم هيلز، مطور بقاله أكتر من 25 سنة وأول مطور مصري نازل جوه مدن الإماراتية، ده واجب التنويه عنه، واجب من حضرتك من فضلك ركز في كل كلمة هقولها عشان هتفيدك جدا وتساعدك يا تاخد قرار الشراء طبقا لاحتياجاتك للي انت عايزه. لو لقيته متحقق هنا تمام، او لو مش هتاخد قرار الشراء فانت عارف مش هتاخده ليه، فما تتوهش نفسك. يلا بينا. عايزين نشرح المشروع من نواحي كتير، منها البحر مكانه، منها ماستر بلان والحاجات اللي جوه بقى كلي اوتس كتقسيمات كغيره، منها هل دي فرصة اصلا استثمارية اقدر ادخل فيها ولا لا. طيب، عايز اقول لك على حاجة، شعار عام برفعه كده لكل المطورين: مفيش مطور على وجه الارض يخلو من الاخطاء. مهم بيحلها امتى، في وقت قد ايه، وبيحلها ولا لا، وبيكوميونيكيت مع الناس ولا لا. بالم هيلز هو مؤسس الساحل الشمالي يمكن قبل مراسي، هو والجمال العملاق في مشاريع سيشل بلايا او غزاله او غيره، وهاسيندا ريد وهاسيندا وايت من ايام ما كانوا شركاء مع بعض، واللي عامل لهم ماستر بلان والاكستيريور شهاب مظهر العملاق، فانفصل ده بهاسيندا وايت بمشاريعه هاسيندا باي وغيره، والجمال فضل بهاسيندا ريد ومشاريعه وغيره. بحب دايما اجيب لك الهيستوري لان انا دايما برشح لك كل من هو عنده سابقه وعنده سابقه في التشغيل، وقلت لك 100 مره صعوبه تشغيل المشروع الساحلي اصعب 100 مره من المشروع السكني. طيب انا مطمن بقى، يعني انا لما افكر في ديفلوبر زي ده انا شايف تشغيله حصل فيه مشاكل، حصل فيه مشاكل. هاسيندا باي كان فيها مشاكل في الصيانه، قلنا ان هي كان فيها مشاكل في الصيانه عشان فروق الصيانه ودلوقتي بيتم تعديلها. طب هاسيندا وايت عامله ايه وغيره وغيره. مهم عندي قوي بعد لما قلت لك المقدمه دي لشأن كبير زي ياسين منصور عنده ليه مليه من مشاريع محترمه جدا وعليه من ديفوهات معينه في مشاريع في صيانه ما معينه في ظروف ما وبتتحل دلوقتي. خليني اقول لك ان ياسين منصور نفسه كديفلوبر عامل كلاسيفيكيشن، ترتيبه معينه خاصه بيه هو لمشاريعه. هتقول لي هاسيندا ووترز ممكن تتقارن باي حاجه بهاسيندا باي ولا هاسيندا حنيش ولا ببراد ولا بويست؟ اقول لك يستحيل. هاسيندا ووترز نازله لكلاينتيل معين بعرض بحر لا يليق لمشروع ساحلي، ولكن هو منزله بيكومينيكيت مع ناس معينه 300 متر عرض في كيلو 400 عمق، كثافه عاليه جدا ارضي وخمسه، فده ليه ظروف. يعني حتى الديفلوبر الواحد انت لازم تكلاسيفاي مشاريعه وتشوف ده بيخاطب مين، بيخاطبك انت كاحتياجاتك انت ولا ما بيخاطبكش، دون تقليل من اي حد. واي اجود مشاريع ياسين منصور بالم هيلز في الساحل الشمالي هي هاسيندا ريد قديما، وحديثا هاسيندا حنيش. هاسيندا راس الحكمه ده ريفرنس لوحده، قفز بيه ياسين منصور. شوف انا بقول لك ايه بين قوسين، ياسين منصور قفز بشأن الشركه ومكانه الشركه في السوق العقاري لحته تانية خالص. يعني معنى كلامي ده ان المشروع ده مختلف، المشروع ده مختلف كل الاختلاف عن مشاريع ياسين منصور بالاخص بالم هيلز وفي الساحل الشمالي عامه. تيجي بينا انا وانت نقول لك مختلف في ايه؟ تعالى بينا بقى نرد على الاسئله الفنيه اللي بيها تقدر تقارن. انت عارف دايما انا بعمل معاك مقارنات، ومش في دماغي المشروع ده، في دماغي اللي جنبه واسعاره وماستر بلان وغيره. ناخد نقطه نقطه. مكان المشروع، سيبك من الكيلو وسيبك من هو كام فدان. المشروع في اغلى قطعه ارض موجوده في جمهوريه مصر العربيه، سيبك من الساحل الشمالي كله، دي اغلى قطعه ارض موجوده في البلد دي. ديزني لاند، ارض كان بيتراهن عليها كبار المطورين ومنهم صادق بالمناسبه. ديزني لاند البحر هناك فيه تو بايز، خليج طبيعي للميه، فعامل موج هادي جوه وفي نفس الوقت فيه موج، فشط مختلف تماما كجوده ميه، النقاء الميه، ك نضاره الرمله وغيره، كل اللي انا بقوله لك ده. يعني دي قطعه ارض غاليه جدا. ان ياسين منصور احقاقا للحق ان هو يديبيت وياخد قطعه الارض دي من كل المطورين اللي عايزينها، ده حدث بيعرفك مين شأن وقدره وقوه ياسين منصور. ده بالنسبه لي انا، ده من وجهه نظري انا لا تترجم الا كده. طيب
عشان الارض دي جوه مدن الاماراتيه. بالتالي الديل نفسه كان مكتوب فيه ان في شراكات هتحصل كعماله كغير، فكان لازم مدن لما هتتعامل مع مطور مصري، وده اول مطور مصري يدخل، تعمل شركه تحتها تحت مسمى مدن، بس مش باسم مدن لان هي بتبيع اوريدي في المشروع، اسمها ميران. فهو شراكه مع شركه ميران الاماراتيه اللي هي تابعه لمدن وبالم هيلز، عملوا شراكه محترمه في 1400 فدان. يعني انا دلوقتي لما اعمل زوم اوت كده على كل مشاريع الساحل الشمالي، في منهم عندي سيزر على باي، وعندي رمله ومدن نفسها على باي، وعندي مشاريع تانية على باي بدون ذكر اسماء. ده غير ده بيتميز لان انا بقارن لك نقطه بنقطه كبحر بقى انت هتروح تقعد عليه. ده مختلف شويه. خلصت حته الارض لان دي كانت مهمه جدا. تعال بينا بقى ندخل على عرض في عمق في كثافه المشروع عامله ازاي بالنسبه للفدادين، بالنسبه للحاجات اللطيفه اللي احنا عايزين نشرحها دي. تعال بينا ندخل على طول بقى على تفاصيل المشروع. عرض المشروع، احب قوي الماستر بلان اللي عامله زي بيت البحر والمازا باي. بيت البحر هتلاقي ماستر بلان كلها بالعرض، المازا طبعا 5 كيلو عرض البحر في عمق طبعا عشان هي سيتي يعني. المشروع ده 4 كيلو 800 عرض البحر، والواجهه الرئيسيه للبحر كبيره جدا. ادي رقم واحد. 1400 فدان، في دايفرستي جوه، يعني جميل قوي ان الشاليهات ارضي وثلاثه، او هو كاتب 3.5 يعني في بنت هاوس فوق. وجميل قوي التايبس بتاعت ياسين منصور زمان اللي معودنا عليها، اللي هي السينيور شاليه والجونيور شاليه، يعني باختلاف ده برايفت انترنس وده مش عارف ايه، وده مساحته كبيره وده مساحته صغيره. ابتدع تايبس لطيفه قوي موجوده دلوقتي. شركه او بي ام اي اللي عامله الديزاينز، شركه رائده في الديزاينز، لذلك لما تشوف الاكستيرير ديزاين بتاع الشاليهات او الفيلات هو البلين الجميل الخفيف للعين المريح المواكب للحياه والمعيشه بتاعت البحر اللي انت هتروحها. ماستر بلان نسبه الفوت برنت بنسميها او نسبه البناء، انت بتتكلم في 16% على 1400 فدان. ده حلو جدا، دي نسبه حلوه جدا فعلا. 95% وانت باصص بعينك كده عشان ماستر بلان مصغره من كل اليونتس جوه اوفرلوك يا لاجون يا بحر. وده دايما الشعار اللي انا كنت بقوله لك، من فضلك اشتري العقار هناك او في الساحل الشمالي يبقى فيه محاكاه يا لاجون وهو جايب كريستال لاجون، يا طبعا بحر وبندفع السعر اللي يستاهله العقار اللي شايف سي فيو. جيتد كوميونتي، وخلي بالك من الجمله دي هو كاتبها في البنفيتس بتاعت المشروع، بس انا واجب ان انا اقول لك ان المشروع ده 1400 فدان جوه ال 44000 فدان بتوع مدن اللي منهم ريزيدنشال 11000 فدان فقط. فانا واخد 1400 فدان لوحدي في احلى حته في الخليج. خلاص صدقني، يعني انا مستغرب ان ازاي مدن هي اللي ما نزلتش بدي، بس ماركتنج وايز، شراكات وايز، قوة ياسين منصور راح الامارات وراح السعوديه بيعمل دلوقتي مشاريع. جيتد كوميونتي، انا ماليش علاقه، وانا مصر اقول لك الموضوع ده، انا ماليش علاقه بال 11000 فدان سكني بتوع مدن او ال 44000 فدان. يعني في ناس تقول لي في المشروع ده في 3 مارينا وفي مطار وفي كام فندق، انا ماليش علاقه. الفندق اللي جايبه ياسين منصور هو جايب 3 فنادق منهم جميره، ده اللي يخص المشروع ده. انت لما تشتري في المشروع ده من فضلك مالكش علاقه بمدن، لان لو دخلته جوه مقارنه مدن بالكامل المشروع ده خسران. خسران كانفستمنت، خسران كديماند وسبلاي. انا ليه احط ال 1400 فدان على الفدادين دي كلها واقول لك يلا كل المعروض هيبقى ده بلس ده، ومفيش عامل ندره ومفيش عوامل الاستثمار اللي انت متعود تسمعها مني قبل كده. فخليك من فضلك انت وانت بتشتري اعمل كده، انا قارن ال 1400 فدان فقط، خصوصا ان هو كاتب لي ان هو جيتد كوميونتي مقفول عليه. فاسيلتيز ياسين منصور بالكامل هتبقى جوه، مش محتاج اقول لك كلاب هاوسز، مش محتاج اقول لك الحاجات اللطيفه اللي هو بيعملها ككريستال لاجونز بقى والبراندز بتاعته، ونادي بالم هيلز الثاني مره هيفتح هناك بعد هاسيندا ووتر، وعلى البحر. مشروع ممتاز، ماستر بلان ممتازه. اوكي، طبعا 4 مصاطب على البحر اللي هي كشف البحر بالكامل اوفر لوكينج اللاجون، ومش هتتظلم سواء شاري شاليه، ومش هتتظلم سواء شاري تاون هاوس او توين هاوس مش على المصاطب بتاعه البحر. انت هتاخد الباكج الكامله اللي انا دايما باصر عليها في اي مشروع ساحلي. انا بدفع الفلوس قصاد ايه؟ لا، قصاد حاجات كتير انا متحمله عليا في سعر متر المشروع ده. تعال نقول ايه الحاجات الكتير اللي متحمله عليك في سعر المشروع ده سريعا بقى. انت بتدفع سعر المتر ده من 1 بيدروم 9 10 11 مليون، 2 بيدرومز 15 16 17 مليون. انا ليه بقول لك كده؟ لان لونش زي ده، ميجا لونش زي ده،
لا احد يتوقع ستارتنج برايس، سيبك من الستارتنج برايس دي خالص. شوف انا بمهدك اهو، لو كاتب لك الديفلوبر 2 بيدروم ستارتنج برايس 14 مليون، اعمل حسابك على 15 16 مليون لو كاتب الرقم ده. فالسعر ده متحمل عليه احلى بحر واحلى قطعه ارض في جمهوريه مصر العربيه، بتحمل عليه خدمات بالم هيلز بالكامل ونسبه انشاء قليله، فهتبقى مرتاح، وجرينري اريا كتير ولاجون كتير، بتحمل عليه فاسيلتيز بالم هيلز كنادي كانترتينمنت، متحمل عليه كامل خدمات مدن اللي انت هتطلع من الكومباوند بتاع بالم هيلز ووكينج ديستانس تروح تتمشى في خدمات مدن من غير ما اكون شاري وسط الزحمه دي كلها. انا جوه الكومباوند بتاعي البرايفت اطلع بره استخدم كامل الخدمات. السعر ده لما يتقال زي ما هو نازل دلوقتي، سيبك من التايبس دي، لما تكلمني سواء فيلا او شاليه هنرشح احلى لاي اوت، دايما بقول لك كده، اللي تتفرش واللي تعرف تبيعها لو انفستمنت، واللي تعرف تاجرها، واوفر لوكينج ايه وبريميوم ايه والكلام ده. تمام؟ فانا بركز معاك على اهم النقاط دي، اهم نقاط تتاخد بعين الاعتبار. طبعا مشروع يتحمل الاستثمار، 1400 فدان يخليه مش زي مشروع 400 فدان او 500 فدان، يعني ممكن نبيع عند الاستلام. انا بامنك للاخر مشروع زي ده ممكن يتباع عند الاستلام، بس انا بقول لحضرتك عشان 1400 فدان هيفضل ينزل في اوفرز وهيفضل يسعر بطيء شويه عشان مشروع كبير، ولكن ممكن جدا مشروع زي ده حضرتك تبيعه عند الاستلام. يا رب اكون جمعت لك كل التفاصيل المهمه في هذا المشروع، وفي الاهم والاهم لما حضرتك تكلمني ان شاء الله مكالمه على الواتساب اولا عشان نرتب مواعيدنا مع بعض. شكرا جزيلا لحضراتكم واسف على الاطاله، واشوفكم ان شاء الله في المشروع اللي جاي.